بزاف ديال الناس كيعانيو من اضطراب الاوفر ثينكين، كما سمعتي اضطراب التفكير الزائد. بزاف ديال الناس التفكير الزائد معذبهم في حياتهم، فين ما تيجيو تينعسو خاصهم واحد 3 سوايع ولا 4 هما غير كيفكروا عاده كينعسو، اولا عندهم شي فكره مقلقاهم تتبقى تدور ليهم في راسهم 24 ساعه على 24 ساعه. وانتي اكيد ولا انت جاتك هاد الحاله وحسيتي براسك انك كتفكر بزاف حتى ولات الافكار كتضرك، كتفكر في الماضي، في الهضره ديال الناس، في المستقبل، وما لاقيش الراحه. الا كان هادشي كيوقع لك فراه انت في الفيديو الصحيح اللي غادي يعاونك انك تخلص من التفكير الزائد وتلقى راحتك النفسيه. اول حاجه غادي نطرقوا لها في هذا الفيديو هذا هو اشنو هو التفكير الزائد، وشنو هما العلامات اللي كتدل على واش انت عندك تفكير زائد اولا كتفكر عادي طبيعي. وثالث حاجه غادي نطرقوا لها هما الحلول العمليه اللي غادي تخليك تهناي من هذا المشكل هذا وتلقاي الحلول اللي غتخليك تحسي بالراحه النفسيه. اول حاجه التفكير الزائد هو واحد الحاله ذهنيه كيوصل فيها الشخص لانه كيحلل الامور بواحد الشكل زائد لدرجه تقدر تجيك مشكل بسيط جدا وانتي كتبقاي تفكري وتحلي في هذاك المشكل وكيفاش طرا وكيفاش شنو الظروف اللي وقع فيها وما كانش خاصو يطرا وكون درت هاد الحاجه ما غاديش يطرا وكان عليا ندير هادي باش ما يطراش. فكتدخلي في واحد الدوامه من التفكير المفرط اللي كيخليك تعذبي نفسيا. شنو هما العلامات اللي كتدل على انك عندك تفكير زائد؟ اول علامه واول مؤشر وهو انك كتبقاي تعيدي في نفس الفكره مرارا وتكرارا. كاين اللي كيفكر في فكره نهار كامل وكاين اللي كيفكر فيها مده اسبوع وكاين اللي كتكون فكره تتبقى تدور ليه في الذهن ديالو شهور وشهور. كما سمعتوا كاينين الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا. ثاني علامه وهي القلق بشأن المستقبل ولا الندم على الماضي. بزاف ديال الناس كيجلسوا في عوض فاش يتهنوا بالحاضر ديالهم ويعيشوا اليوم ويفرحوا بهذاك الشيء اللي عندهم حاليا كيبقاو مشطونين على اشنو غادي يطرا في المستقبل. وكاين اللي كيكون طرات ليه مشكل في الماضي اولا صدمه اولا شي واحد اداه بشي موقف فكيبقى حبيس هذاك الماضي، حبيس هذاك الموقف اللي طرا ليه ولا حبيس هذاك الحدث اللي خلاه يحس بواحد الشعور ما زوينش في ديك اللحظه. وبالرغم من ان الموقف داز عليه ايام اولا كاين اللي كدوز عليه سنين كيبقى دائما كيتفكر وكيعاود يحيي نفس الشعور ونفس الاحاسيس نفس الاحاسيس اللي حس بهم في هذاك الموقف وكيبقى يعاود فيها بنفس الطريقه. هذه هي علامه قويه لانك عندك تفكير زائد. ثالث حاجه وهي صعوبه في اتخاذ قرار، ما كتقدرش كيكون عندك شي مشكل ما كتقدرش تاخذ فيه قرار، كتكتفي غير بالتفكير فقط. رابع حاجه وهي انك كتبقى تخيل اسوأ السيناريوهات، وهذه من اصعب العلامات اللي ممكن تكون عندك. كندوي معكم من خلال تجربه شخصيه، انا مريت بنفس التجربه. كتبقى مثلا نعطيك على سبيل المثال انتي عندك واحد الخدمه زوينه كتاخدي واحد الصالير زوين في عوض فاش انك تكوني فرحانه بهاد الحياه اللي انتي كتعيشي وتمتعي بهاد النعمه. لا خاصك تبقاي تفكري انه غيجي واحد النهار وغتخرجي من الخدمه وغادي ما تلقايش الفلوس وغادي تشردي وما غتلقايش فين تسكني وما غتلقاي ما تاكلي وما تشربي. خوتي الناس اللي ما عندهمش تفكير زائد غيجيهم صعيب ان كاينين الناس معنا كيفكروا بهذه الطريقه، ولكن هذه هي الحقيقه. كاينين الناس كيعانيو من هذا المشكل. هذا مثال ديال الخدمه. كاين مثال مثلا في الزواج، اغلبيه الازواج كيبقاو يفكروا في الشريك ديالهم انه غيجي واحد النهار غادي يخليهم، غيجي واحد النهار غادي يغدرهم، بالرغم من انهم حاليا كيعيشوا حياه زوينه معاه، ولكن في العوض من انهم يتمتعوا بهذيك الحياه الجميله ويبغيو هذاك الشخص اللي معاهم ويعيشوا معاه الحب وكل شيء، ولكن كيمشيو يتخيلوا ويفكروا في أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تطرا من المستقبل. وهذا أصدقائي هو العذاب النفسي. دابا غادي ندوزو للحلول العمليه اللي غادي تخليك تخرجي من دوامه التفكير الزائد. اول حاجه وهي كتبي افكارك في ورقه. الدراسات كتقول انك فاش كتكتبي داكشي اللي كتفكري فيه في ورقه كتقلل عليك الضغط بنسبه 80%. تخيلي معايا ان بمجرد انك كتبداي تكتبي وتخرجي افكارك من عقلك للورق الضغط كينقص عليك بنسبه 80%، وهذا الرقم راه غادي يخليك ترتاحي.
فهذه الطريقة عملية جدا جدا جدا. الطريقة الثانية وهي أنك تبداي تحدي واحد الوقت معين للتفكير. مثلا عندك واحد الفكرة سوداوية كتبان لك شاغله لك راسك كتفكري فيها النهار كامل، غتبداي تقولي مع راسك انني غنعطيها واحد 10 ديال الدقائق من وقتي ديال التفكير، غادي نفكر فيها. من بعد انتي غتبداي تهضري مع راسك وتقولي صافي هاد الوقت اللي عطيت لهاد الفكره سالا، دابا غادي نوض نبدل افكاري، نفكر في شي حاجه اخرى، نفكر في شي حاجه خاصني نديرها، في شي حاجه اللي غادي تخرجك من هذاك المود ديال الافكار اللي معمره لك راسك. ثالث حاجه وهي ديري الاكشن، خاصك تنوضي تحركي. الا بقيتي جالسه بطبيعه الحال غتبقاي تفكري، ولكن الا شغلتي راسك ونضتي كديري شي حوايج، كتخدمي، كتنوضي ديري رياضه، الا كنتي جالسه في الدار نوضي شقاي، ديري شي حاجه، بدلي هاد الفراش ديال هاد البلاصه بشي بلاصه واحده اخرى. المهم خاصك تشطني، خاصك تعمري وقتك، خاصك ما يبقاش عندك الفراغ، حيت الفراغ هو سبب معظم المشاكل. من اول مشكل هو هذا التفكير الزائد اللي تطرقنا ليه اليوم في هذا الفيديو، وعنده بزاف ديال المشاكل اخرى ان شاء الله نقدروا نطرقوا لها في فيديوهات وحدين اخرين. فالفراغ وقله الحركه كيقتل وكيعذب. فخطوه من بين الخطوات العمليه اللي غتخليك تخرجي من دوامه التفكير الزائد وهي الاكشن، هي الحركه. اخر حاجه غادي تخرجك من هذه الحاله اللي انت فيها دابا، وهذه هي السر، وهي التقرب من الله. يا اختي العلاج الروحاني. الا عالجتي نفسك روحانيا وتقربتي من الله، وتقربتي من الله بالعبادات، بالذكر، بالقران، فكوني اكيده انك غادي تصحي نفسيا. هاد النقطه هذه بالضبط ما نبغيش فيها النقاش نهائيا. كل ما كنتي قريبه كل ما حياتك كتزيد تحسن، كل ما حياتك كتزيان، كل ما كيبانوا لك نتائج اللي انتي ما كنتيش كتخيليها في حياتك. فالنصيحه السحريه اللي بغيتك تاخديها من عندي في هذا الفيديو هذا وهي تقربي الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كنقول لكم راه من خلال تجربه شخصيه البنات. حاولوا تقربوا الله سبحانه وتعالى، وكل ما كنتي مع الله كل ما الله غيكون معك. ما يمكنش تكوني نتيا قريبه كتحسي بالسلام الداخلي، الروح ديالك طيبه، كديري العبادات ديالك وفي نفس الوقت ما مرتاحاش نفسيا، ما يمكنش. كل ما كنتي قريبه كل ما كانت الروح ديالك طاهره، كل ما عالجتي النفس ديالك وزكيتيها وتقربتي الله سبحانه وتعالى، كل ما غتكون الحاله النفسيه ديالك جيده جدا 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 جدا. واخر حاجه بغيت نقولها لك هو ماشي كاع الافكار اللي كطيح لنا في دماغنا هي حقيقيه، وماشي كاع داكشي اللي كنتخيلو فعلا غادي يطرا. الحقيقه هو ان كاع داكشي اللي كنتخيلو كطرا منه نسبه 1% ونسبه 99% ما تطراش. فرفقا بالروح ديالنا، رفقا بالنفس ديالك، ما تبقايش ترهقيها. ان شاء الله مورا ما غتطبقي هاد الخطوات اللي عطيتك غادي تخلصي من التفكير المفرط وغتحسي بالسلام الداخلي. الا وصلتي لهنا ما تنسيش ابوني، لايك، وخلي لي كومونتير، وخلي لي الاحساس ديالك اللي كتحسي في هاد الفتره هذه.